يا صباح التفاؤل وصباح يوم جديد. يلا نحضر فطار كده لينا، سهل كده ومش هياخد مننا وقت. اول حاجه كده هنعمل كوبايه شاي بلبن بقى عشان نفطر بالحاجه اللذيذه اللي احنا عملناها النهارده. حضرنا النهارده قرص طريه بصراحه حلوه جدا، شايفين لونها من فوق ومن تحت نفس اللون كده جميله. يلا بينا نخش على القرص. نص كيلو من الدقيق، معلقه من الخميره، معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من الشمر على اليانسون، ده اختياري. حابة تحطي سمسم حطيه بدل الشمر. 3 معالق كبار من السكر، وهنزل بقى بنص معلقة من البيكنج باودر عشان تدي هشاشة للعجين بتاعي كده بتبقى حلوة. 3 معالق كبار من السمنة، اي نوع سمنة ما توقفيش نفسك يعني على نوع السمنة عامة. ونص كوباية من الزيت، بما معنى ان احنا حطينا كوباية كاملة من السمنة على الزيت. نص سمنة نص زيت، ورشة من الملح اخر حاجة. وهنخلط بقى كل ده كده في العجان بتاعنا لما احس ان الدقيق عامل زي الرملة كده، ايه المفرولة. عندي بقى كوباية من المية دافية انا محضراها، او ممكن تحطي لبن. انا هنا حطيت مية طبعا ما انت حابة، وممكن تحطي كمان لبن رايب او مية اللبن الرايب، يعني عندك اختيارات كتيرة. بعد كده بقى هنزل بالمية عندي حبة بحبة كده لغاية اما العجينة تلم معايا، تبقى عجينة حلوة كده وطرية ولينة في ايدك. مش عايزاها تبقى عجينة قاسية كده وناشفة، لا تبقى طرية كده حلوة. بس ده العجين بتاعي بقى كان لم بصراحة حلو جدا ومش بتاخد منك وقت. انا كنت عاملاها الصبح بدري يعني ساعة المدارس، ما خدتش مني نص ساعة. ووصلت معي لحد هنا بقى، صلي على النبي. وانا عجبك طريقتي في القرص، اشتركي في القناة وسيبيلي لايك وكومنت حلو زيك. ده شكل العجينة كنت بوريها لك كده بالشكل ده. هسيبها بقى تخمر لمدة 10 دقايق وهرجع لها تاني. كانت نفشت شوية وهشة كده وحلو صراحة. بعد كده بقى هنشكلها. عندي صينية مش مدهونة اي حاجة، انا هشكلهم 4 حاجات. هتبقى قرص سادة، قرص بالعجوة، وقرص بالملبن، وهحط جبنة. تقدري بقى تحطي فيها اللي انت بتحبيه، يعني ممكن تحطي سكر على الدقيق وقرفة، صراحة بتبقى حلوة قوي بردك. وتقدري كمان ممكن تحطي لاولادك لانشون وزيتون وجبنة حادقة بردك، فبتبقى بردك دي حلو. صراحة العجينة دي ممكن تشكلي بيها اي حاجة انت حباها. ده القرص بتاعتي كده، ده السادة. انا ببططها كده تبطيطة على كف ايدي، وبعد كده برجع ابططها تاني وهي في الصينية، بس اللي هي ترتاح شوية من العجن بتاع ايدي فيها وتبطيطه. بعد كده بقى ايه لما ترتاح في الصينية بفردها، بتتفرد معاكي بكل ايه بساطة. انا عايزاها تكون سمكها رفيع، مش عايزاها سمكها تخين. ليه؟ عشان حاطين فيه بيكنج باودر، لسه هتنفش معانا. وهنخرمها كمان بالشوكة عشان ما تنفكش قوي من النص، وتبقى القرصة كلها فاضية، يعني تبقى عاملة وش كده وتبقى فاضية. هنا بقى العجوة كنت هعملها بكورة، بس افتكرت وبططها وحطيتها في قلب العجينة. وبطتي بقى هتفرد معاكي العجوة كلها، هتبقى في كل القرصاية يعني. دي الطريقة دي صراحة حلوة وعجبتني. يعني الاول كنت بعمل العجوة زي الكورة كده وبحطها وباجي افردها، لا بتفضل مكانها ومش بتتفرد معانا قوي. ده ملبن بقى، ملبن ده بعين الجمل، فما حبيتش ان اتك عليها قوي يعني علشان العين الجمل ما تعملش العجينة معايا، ما تفتحهاش. بعد كده بقى شوكة وهدخلها بقى الفرن. عندي هنا بقى الفرن انا مشغلاها لدرجة حرارة عالية، درجة حرارة 200. والشواية مشغلاها بقى، بدخلهم في شواية وفرن مع بعض كده عشان تاخد لون من فوق ومن تحت في نفس الوقت. بخلي بالي منها من فوق. شايفين لونها؟ شكلها حلو جدا وطعمها احلى والله. خلصنا بقى القرص وخلصنا الشاي بلبن وكل حاجة.
يلا بينا نغسل بقى ايه الحاجات بتاعتنا اللي في الحوض دي. عندي كده ايه دي بتاعه البيض اللي هي بتبقى في التلاجة في باب التلاجة. وهغسل بقى الحلة بتاعه العجان بتاعي. وبس كده، ده روتين سهل كده بسيط. يا رب يكون خفيف، ويا رب الروتينات بتاعتي تكون بتعجبكم، واتمنى اتعرف عليكم اكتر وتسويلي كومنتات حلوه زيكم. ولو عجبتك قناتي اشتركي فيها. بس وانا اول باول عامه بغسل مواعين، مش بكركب مواعين، يعني الحوض ده مش بيتملى خالص الا في الظروف اللي احنا بقى لو هنعمل بقى إيه يعني حاجات كتير، مثلا صواني او كده. بس للاسف والله انا مش بملى الحوض عندي مواعين خالص، لان بغسل على طول اول باول، فما بسيبوش مكركب. يمكن هو كده بالنسبه لي مكركب اصلا يعني. بس ودي المطحنه بتاعت الخلاط، كنت طحنه فيها الشمر واليانسون. انا بحمص الاول الشمر واليانسون، بعد كده بطحنه، فبيبقى حلو قوي وريحته بتبان اكتر. قولي بقى مين بيحب يكركب مواعين وبعد كده يغسلها، ومين بيحب يغسل اول باول؟ بصراحه متهيألي مفيش، يعني لازم بنغسل اول باول عشان ما نحسش بتقول عندنا. اخر حاجه بقى نغسلها الحوض بتاعنا كده غسله حلوه، عشان لو حبينا نطبخ ولا نعمل حاجه ما يبقاش ايه في اي حاجه.